الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. في الفيديو السابق حاولت أن أبدي وجهة نظري فيما يتعلق بمجريات الأحداث داخل تركيا، وعانيت التصور التركي أو الفهم التركي أو المخطط التركي أو المبادرة التركية لحل المسألة الكردية داخل تركيا وفي منطقة الشرق الأوسط، وما يترتب على هذا المخطط من احتمالات إعادة إحياء الميثاق الملي التركي وضم المناطق الكردية السورية إلى تركيا ومناطق الكردية العراقية توسعة تركيا على حساب ضم هذه المناطق وما يترتب على ذلك الفيديو السابق خلق مجموعة من ردود الأفعال اللي تنسجم واللي تختلف، اللي منزلة بين منزلتين. أنا سأضع اللي وافقوني وجهة النظر تلك جانبا، وسأحاول أن أتناقش مع المختلفين عطفا على الفيديو السابق وإضافة للأفكار التي قلتها في ذلك الفيديو. سأحاول أن أفيدكم بآراء جديدة، بأفكار جديدة، بمعلومات قد فاتتني وربما فاتتكم أيضا. المهم حضرة الثوري الائتلافي السوري المعارض أو من يسير في ركبهم، وحضرة الموالي للنظام السوري أو من في مقامهم وركبهم، وحضرة القسدي الكردي القسدي والأوجلاني الآبوتشي القنديلي ما بعرف شو، والكرد الذين يسيرون في ركبهم أو على رصيفهم أو يحاولون تقديم أوراق اعتمادهم لدى هذه الجماعة. تمهلوا قليلا وحاولوا أن تستمعوا إلى هذه الأفكار بعقول نوعا ما منفتحة. أنا وظيفتي في هذه الحياة أن أقدم لكم ما لا تحبون سماعه. وظيفتي في هذه الحياة أن أحاول أن أثبت لكم تلك اليقينيات والدogمائيات المترسخة في عقولكم بأنه هي دogمائيات خاطئة ومحض أوهام وخرافات. وطبعا أنا لا أعني فقط الكردي، إنما أعني العربي أيضا الموجود في خنادق أو على مقاعد المعارضة أو على مقاعد الموالاة. طبعا أنا أتعرض لموجة من الشتائم والإهانات، منها أحيانا أوافق على النشر في اليوتيوب لأنه كل التعليقات تأتيني، لكن اليوتيوب يرفض نشر هذه الإهانات والشتائم. عموما خفضا لمستويات التوتر وارتفاع الضغط لديكم، حضروا فناجيل القهوة أو الشاي أو العيران أو أي مشروب ترونه مناسبا لصحتكم النفسية والعقلية والبدنية، ولنبدأ نقاشنا. السياسة عالم المتغيرات لا ثابت فيها إلا المصالح. المصالح أيضا تتبدل وتتغير وهذه مقولات دارجة وشائعة عالم ينسجم معها الغاية تبرر الوسيلة وكل القصص اللي انتم بتعرفوها. هل المقولة التقليدية أو المتداولة لماذا لا تمنحنا فرصة أنه ماذا لو تحقق السيناريو التركي أو الفهم التركي أو المخطط التركي أو المبادرة التركية لحل القضية الكردية داخل تركيا وفي منطقة الشرق الأوسط. وطبعا أساس وركيزة هذا الحل والضم توسعة تركيا
منح الأكراد بعض الحقوق والامتيازات، على إجراء بعض الإصلاحات الدستورية، تبييض السجون، ومن المستويات الحل أو الإصلاح الإداري والقانوني والدستوري والسياسي والإعلامي وكل التفاصيل هي. يعني المسألة الرئيسية التي أحاول التركيز عليها وأخاطب يعني السوريين كردا وعربا، أنه ماذا لو تحقق هذا الحل وصار ضم المزيد من الأراضي السورية إلى تركيا، مثل ما يعني ضمت تركيا عفرين ورأس العين وتل أبيض ويعني المناطق الأخرى جرابلس ومنبج، تبقى تحصيل حاصل يعني. وإذا صار هيك شيء يعني كيف يمكن للنظام السوري أن يحول دون ذلك؟ يعني كيف يمكن للمعارضة السورية، أو هل تمتلك المعارضة السورية الممثلة في الائتلاف أو اللي خارج الائتلاف تلك القوة الضاغطة على تركيا لكي تمنع هذا المخطط أو الضم؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال وسؤال آخر يعني موازي لو سأتركه في نهاية هذا الفيديو. في حال طوعا أو كرها يعني وافق الكرد على الضم إلى تركيا، وارتضوا الكرد بتلك المطالب والإصلاحات التركية، تلك العروض التركية. ما هي العروض الموجودة لدى النظام السوري ولدى المعارضة السورية؟ عروض منافسة للعروض التركية لكي يرفض الكرد السوريين العرض التركي والمخطط التركي ويبقوا ضمن الحدود السورية المتعارف عليها حاليا، سواء على مقاعد المعارضة أو مع النظام. ما هي عروض النظام؟ ماذا يمكن للنظام السوري أن يقدم للكرد السوريين أكثر مما تطرحه تركيا حاليا؟ تركيا تطرح حتى على مستوى الاعتراف الدستوري بوجود الكرد. هل هذا موجود لدى النظام السوري؟ هل هذا موجود لدى المعارضة؟ تركيا يعني في مسائل الإدارة المحلية ليست تحت تسمية الإدارة الذاتية وكذا، لكن الجوهر هو يعني. فالكثير من هذه ماذا جهزت حقيبة النظام، حقيبة المعارضة فيما يتعلق بالملف الكردي داخل سوريا كثاني قومية في البلاد، يعني بصرف النظر عن تعدادهم. هنالك من العرب من يتحسس أنه أنا عم بحكي 2 مليون كأضعف إيمان، أضعف الإيمان. هنالك من الأكراد من أيضا يتحسس يقول أنه أنت تقلل من عدد الأكراد كثيرا لكي ترضي العرب. الموضوع مش هيك يعني. الأكراد شعب في سوريا حتى ولو كانوا 200,000 يعني مش مليونين. يعني القضية مش قضية أرقام، القضية قضية أنه أن تستطيع أن تقنع الوعي العربي لدى النظام ولدى المعارضة أنه هنالك شيء اسمه كرد في سوريا، هم شعب، هم قومية ثانية في البلاد. فالمهم حقيبة الحلول الموجودة لدى النظام، حقيبة الحلول الموجودة لدى المعارضة، يعني ما هي مستويات العروض، يعني عروض الحل التي تتجاوز العرض سقف العرض التركي المطروح حاليا في التداول يعني، أو ما يقال في الإعلام التركي. هذا سؤال يعني مطروح الآن، لكن سأترك الإجابة والنقاش حوله في نهاية الفيديو. الآن
كثير من الكرد اعترضوا ورفضوا أنه تركيا كذا وتركيا فاشية وتركيا دمرت وتركيا قتلت وارتكبت المجازر وكذا كذا. يا حضرة الأوجلاني المحترم العاقل الفهمان، أنا لا أدافع عن تركيا، أنا أنتقد تركيا قياما وقعودا، أنتقد السياسة الداخلية التركية. ما لي علاقة بالمسائل الخارجية، لكن فيما يتعلق بالوضع الداخلي الكردي أنتقد هذه السياسة بشدة، وأنا مطلع على تاريخ تركيا. لكن المسألة نناقش، نعرض الموضوع على طاولة البحث والنقاش، ليس مسألة تبني. لكن طالما أنك حضرة الكردي الأوجلاني المحترم والعاقل والمثقف والمتنور والمزايد طبعا، طالما أنت يعني كيف لك تتساءل أن تقارن تركيا بحزب العمال الكردستاني ضمنا؟ اللي بيحكي هيك كلام وبيعرض هيك حجة ويرفض المقارنة هو يقبل أنه حزب العمال الكردستاني ارتكب جرائم وارتكب يعني ممارسات إرهابية. لكن هذه الممارسات الإرهابية لا ترقى إلى مستوى ممارسات الدولة التركية، لا ترقى وتتجاوز، تتجاوز الجمهورية التركية قتلت من الأكراد عشرات الألوف في انتفاضة الشيخ سعيد بيران، في انتفاضة ديرسم، وحزب العمال الكردستاني قتل من الأكراد، يعني أتراك قتلوا من الأكراد. هون الفرق، يعني هذا الفرق. أنه لنفترض أنه الكرد هم العدو لدى الجمهورية التركية من زمن أتاتورك وحتى الآن، فتركيا تقتل العدو، تقتل الكرد إنجاز التعبير. أما حزب العمال الكردستاني يعني لم يقتل من الأتراك ما يوازي ما قتله من الكرد، وهذا يعني باستطاعتي أن أؤكد لك المسألة. فإذا قارنا، إذا أنت بتقارن حزب العمال الكردستاني بتركيا بتطلع خسران أنت وحزبك وزعيمك. الآن تركيا تفكر في إعادة الاعتبار للشيخ سعيد بيران، زعيمك عبد الله أوجلان ينتقص من ثورة 1925 أو انتفاضة 1925 التي قادها الشيخ سعيد بيران. رجب طيب أردوغان في 2011 اعتذر من مجزرة ديرسم التي ارتكبتها الدولة التركية. هذا كان اعتراف رسمي واعتذار رسمي، بينما زعيمك المفدى عبد الله أوجلان كان يبرئ ساحة مصطفى كمال أتاتورك من تلك الجرائم. فإذا أنت إذا ترفض المقارنة، يعني من حق الأتراك أنه يرفضوا المقارنة، لأنه أنت تاريخك النظري في تنظيرات الحزب وأدبيات الحزب والعملي بتطلع أبشع. يعني إذا الجيش التركي قتل الأسرى الكرد وهذا وارد وقتل من المقاتلين، فأنت الجيش تبعك قتل الجرحى جرح الحزب. فيعني مسألة المزايدة الثقافية والأخلاقية والسياسية هي، إذا يعني يا حضرة الأوجلاني المحترم لما بتجي بتناقش يعني ترى أنت بهذا النقاش والحجج التي تبرزها يعني ستدين نفسك وحزبك وزعيمك، فبلا لك المزايدة. مهم هذا جانب. فبعض من هؤلاء من هذا الفريق من هذا الفسطاط يتحججون أنه لا تركيا لن تقبل وتركيا عدو أبدي يعني أنا لا أناقش العداوة، تركيا تناقش حجم المخاطر. يعني
الضرورات تبيح المحظورات. بالنسبة لتركيا المسألة الكردية والأكراد كان شيء محظور ممنوع مقموع، حتى ولو كان في الأرجنتين مطالب كردية أو حقوق كردية أو متنفس كردي. أنا ذكرت في الفيديو السابق أن تركيا تدخلت لدى جمال عبد الناصر في 56 لكي يمنع يعني أو يغلق عبد الناصر فترة البث الإذاعي اللي كان ساعة أو نص ساعة هيك شيء. يعني تركيا تدخلت لدى مصر في هذا الخصوص. فأنا أعرف وأعي ومدرك وملم وفهمان التاريخ التركي والنفسية التركية. أنا أعرض الوضع الحالي لتركيا، ما الذي أجبر تركيا على يعني محاولة البحث عن حلول أو كذا. حلول ليس فقط داخل تركيا، لا، حلول تمتد لمنطقة كردستان كلها، فترجع كردستان العراقية والسورية. وهلا السوريين راح يتحسسوا بأنه يقول أنه لا توجد كردستان في سوريا، وفي منه يتحسس من العالم الكردي في هذا الخصوص. أنا أناقش هذه المسائل يعني. ومسألة تركيا أيضا كانت تنفي وجود كردستان واعترفت. وحضرة المعارض السوري لازم يتعلم يعني من الأتراك كيف إنه الضرورات الوطنية المصلحة الوطنية العليا اقتضت التنازل عن الكثير من الخرافات والأوهام التي توارثوها جيلا إثر آخر. ف يعني آن أوان إنه شوي النخب العربية كمان تعيد النظر في الكثير اللي اعتبرتها مسلمات، يعني فيما يتعلق لا يوجد شعب كردي في سوريا، لا يوجد قضية كردية في سوريا، لا يوجد كردستان في سوريا. لا، خلونا حاليا الآن موضوع مش قضية انه يوجد شعب ولا ما يوجد شعب، يوجد كردستان ولا لا توجد كردستان في سوريا. الموضوع الآن أخطر. سابقا النظام كان يقول أن الأكراد انفصاليين إلى يريدون اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية دون ذكر الدولة الأجنبية. عبارة كانت تقال هكذا، هذه العبارة تسربت إلى الوعي المعارض أيضا. لكن الآن الدولة الأجنبية هي التي تحاول اقتطاع أجزاء من سوريا وضمها لتركيا. سابقا كنت تقولوا لا يوجد كرد، لا يوجد قضية، لا يوجد أكراد، لا يوجد كردستان. الآن يعني الموضوع على المحك، الموضوع كله راح يروح. فموضوع الحجج الكردية دائما يركز على الماضي التركي، ماضي الدولة التركية وتعاملها السلبي والدموي والقمعي مع الأكراد. لا يمكن أن يطوى، لا ممكن أن يطوى، ممكن أن يطوى مش لسواد عيون الكرد، ممكن أن يطوى مش لأنه الأتراك استيقظوا واكتشفوا الكرد، لا، مصالح حزب العدالة والتنمية، مصالح رجب طيب أردوغان، مصالح الجمهورية التركية، الدولة العميقة والدولة الرسمية الظاهرة الرسمية تقتضي هكذا حل للمسألة الكردية في تركيا وفي منطقة الشرق الأوسط. فما تعمل يعني هذا الاحتمال مهما كان ضعيفا هو احتمال وارد، وينبغي أن تناقشه يا حضرة الكردي الأوجلاني ما بعرف شو. طيب ماذا إذا خرج عليك زعيمك المفدى عبد الله أوجلان وطالب بهذا الموضوع جهارا نهارا؟ هل ستقول لن نقبل، نرفض؟ والزعيم النووي النتوي الأوجلاني ما بعرف شو إذا قال هذا الطرح، أنت ماذا ستفعل وقت ذاك؟ يعني بأي وجه ستخرج على الملأ وتقول أنه تقبل أو ترفض مثلا؟ بعد احتلال عفرين قالها أوجلان ووضع عينيه في أعين الكرد السوريين
ونطالب بتفهم المصالح التركية في الشمال السوري. نطالب بتفهم الحساسيات التركية في الشمال السوري. أنت وقتها يا حضرة الأوجلاني السوري القسدي والمسدي والما بعرف شو، أنت شو كان موقفك؟ هل رددت على أوجلان؟ لا يمكنك أن ترد، ولست أهلا لترد، ولا تمتلك الإرادة لكي ترد على أوجلان وحزب أوجلان. فأغلب الحجج أو اللي بيرفضوا هذا الطرح أو السيناريو، أنا أشرح، أنا أعرض ما يتكتم عليه إعلام حزبك، ولا يريد أن يتحدث عن هذا المخطط أو هذه المبادرة بالتفاصيل لك، لكي تبقى على حالك جاهلا لا تعي بتفاصيل ما يحاك لك ولأولادك ولأحفادك مستقبلا بين الدولة التركية وعبد الله أوجلان. فالحجج الكتلة الموالية للحزب الأوجلاني وقسد ومسد يعني تركز في هذا الإطار، أنه الفوبيا الكردية، العقدة الكردية لدى تركيا مستحيل أن لا مش مستحيل أن تنفك، وهذا وارد. وحضر حالك لهيك مسائل، يعني أنت تحضر حالك للحرب وللصدام وللاشتباك وللكذا وتبرير إراقة الدماء. حضر نفسك لهيك حلول سلمية كمان، وجهز يعني مشان ما تنصدم بزعيمك المفضل عبد الله أوجلان عندما يظهر ويقول لك يعني لم يكن بالإمكان أفضل مما كان وهذا هو الحل. تقبلون أهلا وسهلا، ما تقبلون الدولة التركية ستأتي وستضم، وما حدا في لا النظام السوري بإمكانه أن يقول لا، وحتى ولو قال لا يعني عمليا ما في يسوي شيء. ولا الروس بإمكان، الروس مشغولين بحرب مع الناتو ومع أوروبا في أوكرانيا، والإيرانيين أيضا لن يقولوا يعني يرفضوا الموضوع هاي. فنفسيا حضر نفسك لهذه الصفقة، لهذا التنازل المريع والفظيع من قبل عبد الله أوجلان للدولة التركية. وهذا مش بعيد عن عبد الله أوجلان، لأنه تاريخه تاريخ تنازلات للنظام الحافظ الأسد، لنظام صدام، للخميني، للأتراك يعني. فلا تستبعد هذا السيناريو عن عبد الله أوجلان. هذا فيما يتعلق بحجج الأوجلانيين السوريين القسريين اللي بيحاولوا يستبعدوا هذا الطرح ويشككوا وبيشتموا، ما بيناقشوا، بيشتموا يعني، ما بيناقشوا بهدوء وتأني وروية ويقلبوا الأمر على أوجهه. لا، دائما الطعن والشتم والانتقاص. على الضفة الأخرى العرب السوريين المعارضين والموالاة، يعني أحيانا هيك بسمع شغلات غريبة عجيبة، أنه الإسرائيلي وراء بيدعم حزب العمال الكردستاني. ذكرت في الفيديو السابق يعني هلا بيتهموا كرد العراق في علاقات مع الإسرائيليين. نعم، في هيك شيء يعني، لكن حزب العمال الكردستاني في خطابه السياسي والإعلامي والأيديولوجي هو يقول أنه ضد أمريكا وضد إسرائيل وكذا. وهنالك حتى فيما يتعلق بمناهضة إسرائيل، تاريخ حزب العمال الكردستاني معروف في هذا الخصوص، والفلسطينية بإمكانهم يحكوا في هذا الإطار. أنا يعني لست مسؤولا عن جهل بعض المتابعين أو المعارضين السوريين مسألة إلصاق تهمة إسرائيل بحزب العمال، العمالة لإسرائيل بحزب العمال الكردستاني. مش صحيح هذا الكلام، هذا قولا واحدا. قسد و يعني نتيجة العلاقات مع الأمريكيين لا أعلم، ربما صار هنالك تواصل مع
الإسرائيليين. لكن تقديري وأنا ذكرته في فيديوهات سابقة موجودة على قناتي، أنا لا أثق بالإسرائيليين قولا واحدا. هلا الأكراد بيقولوا أنت تهاجم إسرائيل، وإسرائيل ليست عدوتنا، إسرائيل ليست صديقة الكرد أبدا. لم تكن في يوم من الأيام إسرائيل لم تكن صديقة أحد، ولن تكون صديقة أحد. عملت اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وشوفوا حال الفلسطينيين. عملت اتفاق سلام مع المصريين، ولم تتخلى عن العداوة، يعني العداوة الضمنية والحرب الباردة مع ضد مصر. عملت اتفاقيات سلام مع دول الخليج، وأيضا ما زالت على يعني تكون تلك العداوة للعرب. إسرائيل، وطبعا أنا أقول إسرائيل ولا أقول يهود، يعني لا يمكن أن تكون يعني إلا صديقة نفسها وبس، مش صديقة الأكراد، ولن تكون صديقة الأكراد. ربما يعني أنا بدي وقائع مش كلام. يطلع لي واحد ما بعرف مين، كوهين أو السوشيال ميديا والأكراد، وبينظروا وبيحكوا شيء عملي من على امتداد من 48 وحتى الآن. شوية علاقات مع كرد العراق انقطعت وانتهت وما صار شيء ثاني، ما صار شيء. يعني لو إسرائيل كان فيها تصادق على هذه خرافة وأكذوبة إسرائيل الثانية، والمقصود بها الدولة الكردية المتداولة. هذا التوصيف المتداول لدى الكثير من النخب العربية الموالية والمعارضة للنظام السوري والنظام العراقي السابق والحالي، لفعلت. إسرائيل لو بدها تساوي راح تساوي، بدها تدمر مدن تدمر، تبني وتؤسس لدول بإمكانها هذا، لم تمتلك القدرة يعني. وما في حدا يرضى إسرائيل، لكنها لا تريد هذه الخرافة الأكذوبة. ينبغي أن يستيقظ منها بعض الكرد قبل العرب، أنه إسرائيل صديقة الأكراد، ومنها القصص والثقافات هي، والأيام يعني بيننا وستثبت هذا الموضوع. فالعرب اللي بينفوا سيناريو الحل بيقولوا لا ويستبعدوا، رغم أنه الظروف الإقليمية والظروف الدولية لصالح تركيا يعني على امتداد قرن ما صح لها هيك ظرف. النظام السوري قلق على راسه، وبده سلته بدون عنب، بده دويلة حتى ولو القرداحة، مش اللاذقية وجبلة وطرطوس، حتى على مستوى القرداحة. شيء يضمن النظام السوري يعني بقاؤه، وعدم المحاسبة، وعدم يعني اقتياد رموز النظام ورأس النظام لمحكمة الجنايات الدولية. يعني فالوضع السوري كتير قلق وكتير مناسب للأتراك. وضع العراق نفس القصة، والوضع الإيراني نفس القصة. فالوضع الدولي العام، هذه التقلبات، هذه الأزمات، يعني على طبق من ذهب للأتراك لكي يستغلوا الموضوع ويتمددوا، ويعني تحدث تلك التوسعة في وارد. يعني هذا الموضوع وارد. لماذا يستبعد الأخوة العرب في المعارضة أو الموالاة أو كذا هذا الاحتمال، ولا يضعون الخطط للتحوط، خطط يعني احترازية، خطط يعني بيشوفوا أنه الجغرافيا الوطنية السورية ستكون مستهدفة كما كانت مستهدفة يعني. فما بيناقشوا هذا الموضوع، لا ومستبعدوا من القصص، هذا كلام مبالغ فيه. الاثنين كلام مبالغ فيه. طيب أنا بقول كلام مبالغ فيه، والسنوات القادمة ستكشف يعني إن كان هذا الكلام أو جزء منه مبالغ. أنا لا أقول أنه، أنا أقول عين الحقيقة، لب الحقيقة، كل الحقيقة، لا. لكن في هذا الكلام الذي أطرحه يعني نسبة معقولة من الصواب.
ونسبة النسبة المعقولة من الصواب هي نسبة خطيرة، يعني مش اللي واحد يتجاهل المسألة. هلا أحيانا بسمع يعني في المنابر الإعلامية أو في السوشيال ميديا وكذا، علمانيين وإسلاميين: القضية الكردية مختلقة، والقضية الكردية صنيعة الغرب. القضية الكردية لو كان صنيعة الغرب كان الغرب سوال دولة. القضية الكردية صنيعة الغرب، هذا صحيح، لأنه سوالك دول وتجاهل الأكراد. هذا صحيح. القضية يعني شو بدي أقول، يعني هلا مسألة المزايدة في الوطنية على الأكراد، سواء في سوريا أو في العراق أو في منطقة الشرق الأوسط، يعني مين يحكي فيها؟ يعني الأخوة العرب ما يحكوا فيها، الأخوة العرب ما يزايدوا، يعني أيا تكن مستوياتهم، يعني في العلاقة مع الأجنبي والارتهان للأجنبي. إذا بنرجع لقبل الميلاد، على زمن الغساسنة والمناذرة، القبيلتين العربيتين، وحدة كانت موالية وتابعة للروم، والثانية كانت موالية وتحكم دمشق، والثانية موالية لل للفرس، ويعني قوية وذات نفوذ وحكم في منطقة العراق. قيسوا على ذلك وتعالوا، يعني فيما يتعلق بمراحل التاريخية وصولا للحقبة العثمانية، يعني عمد يعني كرها أو طوعا أو كرها ارتضوا بالسلطنة العثمانية وبالسلطة العثمانية في فترة الحكم العثماني. وأنا ذكرت هذا الموضوع، لكن لا ضير من التكرار. الولاة العثمانيين الذين كان يتم تنصيبهم على لبنان أو دمشق أو الحجاز أو العراق كانوا في أغلبهم أتراك، بينما في الولايات الكردية كانوا ولاة كردا من نفس المنطقة، من نفس المنطقة. النخب العربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والجمعيات التي تأسست وقت ذاك، كانت لديهم مطالب إصلاحية رفضها العثمانيون. دخل الإنجليز على الخط، والفرنسيين أيضا، والعرب ممثلين في الشريف حسين تواصلوا مع الإنجليز، تواصلوا مع وتعاملوا وراسلوا واستنجدوا بالأجنبي الكافر الصليبي ما بعرف شو ضد الأخ العثماني المسلم ما بعرف شو. يعني هذا في وقت أنه الشيخ محمود الحفيد في العراق رفض أن يسلم على ضابط أو جنرال إنجليزي، يعني أنه هذا مسيحي أو يعني أو كافر. طبعا هذا جهل، يعني يعني بسلم عليه ويكون له موقف سياسي من الإنجليز، مش مشكل، لكن قضية أنه السلام، رفض حتى السلام وانتفض على الإنجليز، يعني ونفي الشيخ محمود الحفيد، الشيخ محمود البرزنجي. والاصطدام مع الإنجليز وقت ذاك في ال19 في العشرين، وقتها كان في تلاقي وتقاطع وتحالف الأخوة العرب والنخب العربية وقت ذاك. مين كانت يعني اللي شاركوا في السلطة في العراق، واللي شاركوا في السلطة في الأردن، في سوريا، في من كانوا؟
ألم يكونوا عربا؟ ما بيعرفوا أنه هذول أجانب. استنجدوا بالأجنبي تعاملوا مع الأجنبي الفرنسي والكذا. في لا يخطرني الآن يعني، لكن إحدى المراجع ذكرت أنه عندما دخل الجنرال غورو دمشق، قضوات وكبار الوجهاء دمشق يعني شالوا الخيول من أمام عربته، وجابوا القبضايات والزقرتاوية وأصحاب العضلات هن يجروا العربي ترحيبا بالجنرال الفرنسي وقت ذاك. إلى هذه الدرجة في كثير من الأمور اللي ممكن يعني الواحد يحكيها في هذا الخصوص. يعني الفرنسيين لما اجوا حكوا مع إبراهيم حنانو أنه أنت كردي، أنت مش عربي، شو لك علاقة ب يعني مقاتلة أو محاربة الاستعمار وكذا وثورة الشمال، راح نعطيكم المنطقة في القصة. رفض. فما تجي يا حضرة المعارض الثورجي، ما تجي تعمل لي يعني وطنيات هيك، مزايدات وطنية في هذا الخصوص، والأكراد والأجنبي وأمريكا والإنجليز وعملاء. تنظيم الإخوان المسلمين، نشأة الإخوان المسلمين كان بدعم من الإنجليز في مصر. ارجعوا تاريخ الجماعة، نشأة الجماعة، ارجعوا لتاريخ حسن البنا. يعني والحركات اليسارية الشيوعية، خالد بقداش اللي أصوله كردية لكن تنظيمه كان مدعوم من الحزب الشيوعي السوفيتي، نفس القصة. فبلاها هاي الوطنيات اللي مشلخة يعني كما تقال بالدارجة. يعني ما حدا يجي يزايد على الأكراد. أنا ما بقول إنه الأكراد ملائكة، بس شيطنة الأكراد يدفعهم نحو البحث عن خيارات أخرى. يا أخي الأخ العربي، الشريك العربي مش راضي يعني في، يا أما أكون يعني تحت سيادته وأمره، يا أما وأتنكر لكرديتي وحقوقي، وقت ذاك أنا بكون مضبوط وعلى العال وطني. مقدار وطنيتي مقياسها التنازل عن هويتي القومية وعن شخصيتي القومية. هيك بيفهم المعارض السوري والموالي السوري. فهي قصة المزايدات على الأكراد بطلوها، لأنه لما بتجوا وبتناقشوا الأكراد فيما يتعلق بالولاءات الوطنية والعلاقة مع الأجنبي، رح تطلعوا خسرانين. وبالتاريخ ما يعني خلاص يعني بطلوها هي مسألة المزايدات. يعني الموضوع تعاملوا انه ماذا لو كان هذا السيناريو صحيحا، و ارتضى يعني وافق الكرد. فهل يمكننا أن نلوم الكرد إذا بقي النظام على حاله يرفض وجود الشعب الكردي في الدستور، ويرفض الإقرار بالحقوق الكردية في الدستور، ويرفض إجراء إصلاحات دستورية، وهو نظام معترف فيه رسميا، ممثل في الأمم المتحدة، ممثل في الجامعة العربية؟ إذا كل هذه التفاصيل يرفضها فيما يتعلق بالملف الكردي، وتأخر وتباطأ في هذا الموضوع، والناس عم يشتغلوا. ترى يا بشار الأسد، رجب طيب أردوغان ما راح يستناك أنت وجماعتك والمستشارين تبعك. يعني الناس عم تشتغل. أنت شوفي عندك تقدمه للأكراد كي يطمئن هذا الشعب، هذا المكون، هذا المجتمع، هذه البيئة، أنه بالفعل سوريا بلده. يعني الأكراد مش عمر أوسي، الأكراد مش كم شخص مؤيد ومساند لنظامك. يعني الأكراد شعب، أنت زائل والشعب السوري سيبقى، أنت زائل
وأنا وكثير من الناشطين في الثقافة في السياسة، والشعوب تبقى. حاول أن تؤسس لشيء له علاقة بالحفاظ على العلاقة السوية والمتوازنة بين الشعوب بعضها ببعض، والشعوب السورية بالدولة السورية. عندك هيك شيء؟ ما عندك هيك شيء. إذا كان ركون على الجنب ركون. المعارضة السورية أيضا يعني عندك شيء في تصور لسوريا المستقبل. يعني النظام ما عنده شيء، فاشل، سلته فاضية، يعني شغلته فاضية. يا معارضة عندك شيء في هذا الخصوص؟ ما في. فإذا ينبغي إذا الأكراد في شرق الفرات أو في غرب الفرات وافقوا ولم يعترضوا على المخطط التركي أو المبادرة التركية، ما حدا يلوم الأكراد وقتها. ليش؟ لماذا؟ لأنه الآن إذا أتينا بالمقارنة يعني ما بين الواقع التركي والواقع السوري، هذا الكلام أنا ناقشته في جزء منه مع الدكتور بدر جاموس. التقينا في بروكسل، كان في ندوة نظمتها الهيئة العليا للتفاوض، وأنا دعيت وذهبت وناقشت يعني ضمن الجلسة وعلى هامش الجلسة. ناقشت هذه الاحتمالات، هذه الفرضيات. مراكز البحوث والدراسات السورية هل تحوطت لهيك احتمالات؟ المعارضة نفس القصة يعني. فتناقشنا، تبادلنا أطراف الحديث حول الموضوع هذا. مسألة أنه ما حدا يلوم الأكراد. ترى الأكراد في تركيا في حزب العدالة والتنمية في العديد من البرلمانيين أصول أكراد، وزراء أصول أكراد، وزير الخارجية التركي حكان فيدان أصوله كردية. على مستوى وزير الخارجية هذلون أكراد بوصفهم أتراكا، مثل ما المعارضين بيقول إيه نحن كنا يعني ما في فرق بين عربي وكردي، فوزي سلو وحسني الزعيم ومحسن برازي. عزيزي هذلون كانوا يعني في السلطة السورية، وصار انقلابات وكذا والقصص هاي بوصفهم سوريين، مش بوصفهم أكرادا. ما تحمل الأكراد جميل ومنية في هذا الخصوص، وهذا حق الكرد أن يكون ممثل في السلطة التنفيذية، في السلطة التشريعية، بوصفه كرديا سوريا. هيك يعني تقاس الأمور. الأكراد الموجودين في العدالة والتنمية في الوزارات في البرلمان موجودين. شوفي بالبرلمان السوري أكراد، كان في عمر أوسة وشالوه، في حدا تاني يمكن واحد من الحزب الشيوعي نفس القصة وشالوه. كم برلماني كردي في زمن حكم البعث، حكم البعث من 63 وحتى الآن، يعني في فترة 91 92 منطقة الجزيرة شرق الفرات كان في 3 برلمانيين أكراد: عبد الحميد درويش، فؤاد رشاد عليكو، وكمال أحمد درويش. ال3 دورة وطلعوا. حزب العمال الكردستاني بعد 6 أشخاص ممثلين في البرلمان، سكتم بكتم، كانوا بيشغلوا سياراتهم للمقاتلين والسلاح والكذا، ويعني يستغلوا حصانتهم الدبلوماسية في هذا الخصوص. منهم ما زال حيا، إبراهيم إيبو يمكن ما زال حي يعني، محمد سعيد شرو، عثمان دادلي من منطقة كوباني، في واحد حاليا بأمريكا، مرة بيصير أوجلاني، مرة ضد أوجلان، مرة يعني حركته زيكزاكي، مصطفى كردو أو هيك شيء. مرة تودد لي بغزارة، وبعدين لما تقرب من العمال الكردستاني صار يهاجمني. هذا كمان كان برلماني على أيام وجود عبد الله أوجلان في سوريا. عدا ذلك ما في دورة أو دورتين جابوا يعني عمر أوسي
ويعني معروف بعلاقاته الأمنية، ممثل في البرلمان. لكن الأكراد ككرد كشعب كردي سوري يمثل في السلطة التشريعية، هذا حق. في السلطة التنفيذية هذا حق. في السلطة يعني حتى نواب الرئيس ثاني قومية في البلد، هذول مو يعني مو شيء قليل. وهذا غنى للدولة وللسلطة وللعملية الديمقراطية. هلا إذا كان عندهم يعني تصور ديمقراطي ووعي وسلوك ديمقراطي في النظام، وما عندهم هذا الشيء أصلا يعني مع العرب، فما بالكم مع الأكراد. على مستوى المعارضة أيضا. طيب هلا إذا يعني مستوى الحقوق، مش بس أنا ذكرت يعني نموذجا في العدالة والتنمية في أكراد داخل حزب الشعب الجمهوري، هذا كمان هذلون يعني يقاس على أنهم أكراد أو من أصول كردية. في أكراد الحزب الأوجلاني يعني حاليا يمكن بحدود فوق 50 برلماني، نصهم أكراد، البقية خليط، أعراب على أكراد على ما بعرف تركمان كذا، نصهم أكراد. فإذا الأكراد موجودين في السلطة التشريعية، الأكراد موجودين في البلديات، الأكراد موجودين. مستوى الحقوق حاليا مستوى بدون حل، بدون مبادرة، بدون أي شيء. حاليا مستوى الحقوق الكردية في تركيا، إذاعة موجود باللغة الكردية، تلفزيون موجود باللغة الكردية، معهد كردي في اسطنبول موجود، طباعة ونشر موجود. في هيك شيء في جامعة حلب وجامعة دمشق؟ ما في هيك شيء. إذن على الوضع الراهن، والقضية الكردية لم تحل بعد، والمبادرة التركية لحل المسألة الكردية لم تتفعل بعد. على الوضع الراهن يعني الحقوق الموجودة أو الذي يتمتع بها كرد تركيا، وتركيا هي من هي جنة بما يتعلق بالكرد في دمشق أو الكرد في حلب. ما نحكي عن الإدارة الذاتية الديمقراطية والقصص، هي قصص حزب العمال الكردستاني. وبالتالي يعني ما حدا طبعا هذا المستوى من الحقوق سيتطور سيتقدم. ما حدا يجي يلوم الكردي إذا راح ووافق أو لم يعارض مسألة الضم إلى تركيا، يعني لأنه لا النظام قدم له شيء ولا المعارضة قدم شيء يتجاوز الطرح التركي أو العرض التركي. فهي مسألة المزايدات، بلا ناقشوا هذا الموضوع، ناقشوا على مستوى يعني المركز العربي للدراسات والسياسات الموجود بقطر، ليش ما بيناقش هيك قضايا؟ ملايين الدولارات تصرف على المؤتمرات والملتقيات والكتب والدراسات وكذا، ما حدا بيجي بيناقش هيك مسائل تتعلق بالخرائط. دائما بيكرروا وبيقولوا وبيوافقوا على المنسجم مع أفكارهم. حدا بيجي بيطرح فكرة مختلفة جادة متوازنة موضوعية، ما بيناقشوا فيها، لأنه تختلف مع قناعاتهم، تخالف قناعاتهم، تزعزع لديهم اليقينيات التي توارثوها. بدهم شيء يعني إضافي يعزز لديهم تلك الخرافات والتصورات الدوغمائية الثابتة والمسبقة على الأكراد والمسألة الكردية والقضايا. ما في مركز بحوث ودراسات بشكل جاد مثلا يعقد مؤتمر، يعقد مثلا خاص بالموضوع الكردي، سواء في تركيا أو في سوريا أو في العراق أو في منطقة الشرق الأوسط، لحتى نعرف أن هنالك مساهمة جادة وواعية ومتوازنة وبحثية وأكاديمية في هذا الموضوع. يعني يسبق النخب العربية، يفترض بها أن تسبق النخب التركية في هكذا طروحات. يعني نحن بنعرف حتى وقت قريب التاريخ التركي كان يرفض شيء اسمه كرد ويصفهم بأكراد الجبال. الآن لا،
الآن بنسمع يعني طروحات في الوسائل الإعلام أنه الأكراد عرب الجبال، مثل الأتراك كانوا بيسمونا أتراك الجبال، هؤلاء عرب الجبال. نفس القصة يعني، نفس السيناريو، نفس الأسلوب هيك. يعني ما بيمشي الحال طبعا. لا يعنيهم في يعني مش مهم. هاي المراكز البحثية يعني لا يعنيها في شيء. آه، مصير سوريا، مستقبل سوريا، مستقبل الشرق الأوسط. الأكراد موجودين مثلا ضمن المحيط العربي أو ضمن المحيط أو يعني الدائرة التركية، دائرة المصالح التركية. ولو كان عندهم هذا الهاجس لكانوا ساووا هذا الموضوع. بمعنى مسألة المزايدات، يعني هي كمان حطوها على الجنب. هلا لما بناقش هيك أفكار تجيني يعني ردود أفعال مختلفة. في من يصنفني على أنه أنا مع حزب العمال الكردستاني، وهذا غير صحيح أبدا. في من الحزب العمال والقسديين والأوجلانيين يصنفونني على أنني أردوغاني وائتلافي، وهذا أبدا غير صحيح البتة كما يقال في اللغة الفصيحة. هلا عماد القسد، نعم، هن مش الأكراد، هن حزب العمال الكردستاني. في منهم كوادر تركية، في منهم كوادر إيرانية، في منهم كوادر عراقية. حزب العمال الكردستاني مش الأكراد. طبعا الأكراد ضمن هذا الخليط، لكن العصب الأمني والعسكري في قسد ومسد والقصة هي هن حزب العمال الكردستاني. ما تحملوا الأكراد مسؤولية ووزر هذا التنظيم. طبعا في الائتلاف صحيح هو ائتلاف قوى المعارضة لكن مسألة العماد وجماعة الإخوان المسلمين. فالإخوان هون، الإخوان المسلمين هون، الإخوان الأوجلانيين هون. فالاثنين إذا جيت وطرحت فكرة تناقض يقينيات الإخوان أو الإخوان المسلمين أو الإخوان الأوجلانيين، فبيصيروا بيتفقوا علي في الهجوم والانتقاص وال والاستهداف يعني. ف هلا أنا ذكرت وأكرر أنه إذا صار موضوع ضم المزيد من الأراضي السورية إلى تركيا، الأخوان المسلمين لن يعارضوا. ليش؟ لأنه أصلا ذكرت أنه نشأة الأخوان المسلمين كانت إعادة إحياء دولة الخلافة والسلطنة والعثمانية والقصص هي، وكانت يعني كرد على سقوط الخلافة العثمانية أو السلطنة العثمانية. ما عندهم مشكل بضم كل سوريا لتركيا، ما عندهم مشكلة بضم حتى مصر. فيعني ما راح يكون عندهم مشكلة بضم القامشلي والرقة ودير الزور وهالمناطق هي شرق الفرات إلى تركيا. يعني مين راح يعترض إذا صار هيك شيء؟ ما في. الائتلاف راح يعترض؟ لا. الائتلاف ما اعترض على إرسال مقاتلين سوريين لا يقاتلوا دفاعا عن المصالح التركية في ليبيا. الائتلاف ما اعترض. الائتلاف ما اعترض على إرسال مقاتلين سوريين لكي يقاتلوا الأرمن في المناطق المتنازع عليها في منطقة ناغورنو كاراباخ مع الأذريين دفاعا عن المصالح التركية. قاتلوا كمرتزقة في ليبيا وفي تلك المناطق يعني ضد الأرمن. الائتلاف راح يعترض على هيك شيء؟ ما راح يعترض. هلا ما يفرح الأوجلاني وكمان الأوجلانيين والقسديين وكذا. حزب العمال الكردستاني كمان أخذ مقاتلين ويعني سوريين ومن حمص وحلب وما بعرف من وين، وراح يقاتل على الجبهات. يعني هلا بكره اذا صار حزب العمال الكردستاني جزء من المصالح التركيه وصار الحل، هؤلاء المقاتلين وهذه
القوى المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني ستدخل يعني تحت سقف المصالح التركية. فيعني ما تفرح كثير يعني يا حضرة الأوجلاني الموجود يعني في أوروبا وفي السوشيال ميديا. أنا قبل فترة صار مظاهرة بكولن، ووصلتني بعض الصور، وسألت بعض الأصدقاء الصحفيين اللي راحوا حضروا يعني. سألت عن بعض النشطاء اللي بالفيسبوك، شو اسمه، سمير متيني كان هنيك؟ لا. إبراهيم كابان كان هنيك؟ لا. هدلون اللي بيطبلوا بيزمروا للقسد والمسد واستيقظوا وصاروا أوجلانيين وكذا، فما شفتهم يعني في النشاطات اللي هذا لا يعني انه هن يعني مش اوجلانيين او ابوتشيين او قسديين او هيك قصص، لا. لا، بس الموضوع انه بيستثمروا هالموضوع وهالقصة على السوشيال ميديا والموضوعات. فالائتلاف وقسد مش مختلفين. الأبوتشيين بيزعلوا، الأوجلانيين بيزعلوا. كيف تقارن بالنظام السوري؟ كيف تقارن بداعش؟ كيف تقارن بحزب الله؟ حاشا وكلا، أن نكون هكذا. وبعدين هن بيجوا بيقارنوا نفسهم بداعش وبالنصرة وبالنظام. مناطقنا أكثر أمنا من مناطق الأخرى. هن بيقارنوا نفسهم انه بيرفضوا المقارنه. لكن مستويات الجهاله والغباء والاعتباطيه احيانا يعني يقعون في المطب اللي هن السلوك اللي ينهون عنه الناس يعني. فيعني الائتلاف والقسد والقصصي مش كثير يعني مختلفين في هذا الموضوع، وقريبا سيكونون في خندق واحد يعني في حال تكلل المسعى التركي بالنجاح. وغالبا يعني انت حتى ولو تعطل سيمضي المسعى التركي، لانه موضوع صاير خيار استراتيجي بالنسبه للاتراك. المهم في قصة العودة للسؤال الأول يعني كما ذكرت أنه في تقديري يعني لا يوجد في حوزة النظام السوري ما يقدمه للكرد بالمستوى الموجود حاليا، مش المتطور لاحقا، حاليا في تركيا من حقوق للأكراد. ما في. النظام السوري يدخل في أزمة معينة مع الكرد أو قصة وهيك، بيطالع عمر أوسي، طلع تفضل على الإعلام احكي لك كم كلمة وبعدين ارجع على بيتك وانتهى. ما في جدية في هذا الموضوع، لأنه الملف الكردي مش جدية، يعني مش مسألة مصيرية بالنسبة للنظام السوري. مش مسألة مصيرية. النظام السوري أنه ضمان وجوده حتى والتشكيل دولي حتى ولو كان في القرداح يعني. ما في هالحرص والعمق الوطني، وهذا الكلام الذي يباع للحاضنة الموالية للنظام السوري يعني كلام، بيع كلام يعني. والمعارضة أيضا يعني ما عندها هذا الشيء. عندهم بس الاثنين يعني مسألة المزايدة، بيزايدوا على الأكراد فيما يتعلق بموضوع الوطنية، بالعلاقة مع الأجنبي، بالوجود التاريخي، في كتير. أحيانا بيطلع لك واحد يعني غبي وجاهل، ويعني مو قريان كتابين ثلاثة بحياته، حتى ولو قريان. المشكلة مش في الجهل، المشكلة في الجهل اللي قريان يعني بضعة كتب ويظن نفسه علامة. بيحكي لك عن أصول العرب، بيقول والله العرب الأقحاح عيونهم مش ملونة، والعرب وبيحكي بيعمل لك خبير استراتيجي في الأنثروبولوجيا وعلم الأعراق والأجناس والتفاصيل هاي ويعني هيك نماذج كردية تافهة وغبية وجاهلة بتسمم العلاقات. والأخوة العرب كمان ما بيصدقوا يلاقوا شيء واحد هيك عنصري كردي
يتناول العرب بعنصرية ب يعني استصغار أو دونية، وبينسوا التناول العربي أو تناول بعض العرب، بعض النشطاء العرب الأكراد، بيقولوا عنهم قرباط وبيقولوا عنهم ما بعرف من القصص التافهة. هذا خطاب الكراهية المتداول في الأوساط في السوشيال ميديا، اللي يعني يمارسه الجهلاء والدهماء من الجانبين، ويسكت عنه العقلاء. أنا ما بسكت، أنا انتقدت وبنتقد الجانبين، وأتعرض من الطرفين لهجوم. يا ريت النخب العربية والنخب السريانية والنخب الأرمنية اللي عندهم مثلا حس إنساني، حس وطني، يعني ينحون هذا المنحى، منحى الرفض، منحى البحث عن المشتركات، منحى البحث عن الحلول للأزمات، منحى يعزز يعني من أواصر وعرى العلاقات الإنسانية بين البشر والمجتمعات. وإلا يعني إذا خليت خربت يعني. أكتفي بهذا القدر، وعلى أمل اللقاء في حديث آخر، موضوع آخر. دمتم بألف خير.